السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة بشرى في البيت. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. فيديو جديد غنبارطاجي معكم كيكه ومسيمنات هكا تحطوهم في الطويبله ديال العيد ان شاء الله. كيكه بمقادير بساط وكتجي خطيره. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم هذا الفيديو ما تنسونيش من لايك وبارطاجيو مع الاهل ديالكم باش تعم فائده. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه غنبداو بها هو المسيمنات او مليويات صغار. غنحتاجو 200 غرام ديال الطحين ديال الفينو او دقيق الصلب. غنحتاجو 400 غرام ديال دقيق الفورص، من احسن تكون نوعيه مزيانه. غنخلي لكم النوع اللي كنستعمل في صندوق الوصف. كنضيف شويه ديال الملحه، واحد شويه الخميره هكا معلقه صغيره مسوحه ديال الخميره ديال الخبز، وغنحتاجو 2 معالق صغار ديال العسل اللي تقدروا تعوضوهم بالسكر. غير العسل البنات كيعطي واحد اللون زوين في الملوي هنايا. وغنجمعوا العجين بالماء اللي كيكون دافي. هادو هما المقادير اللي غنحتاجو في العجينه. بالنسبه للعجينه ما نحتاجوش فيها الخميره ديال الحلوى. العجينه كتكون خفيفه ما تكونش قاصحه كما غتلاحظوا معايا. هنا كنبقى نضيف في الماء بشويه بشويه حتى كنجمع العجينه ونرجع معكم. خليكم مع الفيديو. بعد ما كنجمع العجين كتصبح عندي العجينه رطبه، كندهنها بشويه الزيت وغنضيفها في واحد البلاستيك وكنخليها ترتاح بين ما نوجدوا الكيكه. بالنسبه لهاد العجينه البنات ما كنخليوهاش مده طويله، تقريبا واحد المده ديال 15 دقيقه، وكندوزو نشكلوها وفي نفس الوقت كنبداو نطيبو. ما كنخليوهاش ترتاح مده طويله لان فيها الخميره، ما نحتاجوش نخليوها تخمر مده طويله. هنا نخليها ترتاح وغندوزو للكيك. بالنسبه للكيك غنحتاجو فيه مقادير جد بساط. كناخذ واحد الاناء اللي كنضيف فيه شويه الملحه، كيس فانيلا وزن 7 غرام، وكنضيف 2 حبات ديال البيض اللي كيكونوا بحراره المطبخ. ضروري البيض يكون بحراره المطبخ. الا كان عندكم البيض في الثلاجه جبدوه بكري عاد خدموا به. والسر باش تجينا الكيكه رطبه غنضيف ليها نص كاس ديال السكر ثقيل او سكر كلاصي. كتجي كيكه اللي رطبه خطيره. جربوها بهذه الطريقه وردوا عليا في التعاليق. كنضيف نص كاس ديال الزيت، وكنضيف علبه ديال ياغورت بالنكهه ديال الفاني او ياغورت طبيعي. كنضيف 2 خنيشات ديال الكاكاو وزن 7 غرام، وكنضيف طحين مع 2 خمارات البنات. بالنسبه للكميه ديال الطحين نضيفوا كاس ونص. انا استعملت هنا 250 غرام، ما ضفتهاش كامله، ضفت غير 150 غرام. ضيفوا كاس ونص ديال الطحين ديال الفورصه البنات مع 2 خمارات، وكنخلطوا الخليط. الفران كيكون بارد حتى كندخلوا ليه الكيكه عاد كنشعلوه غير من التحت على 180 درجه. هنا كنوريكم الكميه البنات، بقات ليا 100 غرام، ضفت غير 150 غرام ديال الطحين. وهنا كنضيف واحد المعالقه صغيره ديال الخل حتى الاخر. الخليط كيكون ما ثقيل ما خفيف. كناخذ المول، اي مول بغيتو تستعملوه، انا خدت هذا المول على شكل دائره، وغنضيف فيه الخليط وكنوزعه على الوجه كامل وكندخلها للفران اللي كيكون بارد. كنشعلوه غير من التحت على 180 درجه حتى كطيب وتنفخ، وما نخليوش مده طويله لان الكيك ديال الشوكولاته دغيا كيقصح. دخلتها الفران وغندوزو نوجدو المليويات بعد ما خليتهم ارتاحوا تقريبا 15 دقيقه ما كاملاش. هنايا كما كتشوفوا معايا العجينه كتولي مطاطيه. غنشكلها كويرات بالنسبه للحجم نتوما كتحكموا فيه. انا استعملت هنايا 15 كويره بالكميه اللي عطيتكم، والثومه الا درتوهم اصغر غيخرج لكم كونتيتي كتيره. بعد ما كنشكلهم كويرات كندهنهم بشويه الزيت، وغادا ندوز مباشره نبدا نطلق فيهم. ما نخليهمش يرتاحوا البنات، مباشره كتبداو تخدموا فيهم. والمقله ضروري تكون كتسخن حداكم باش اي وحده شكلتوها كدوزوا طيبوها، ما تخلوهاش مده طويله باش ما يخمرش ويضعف الحجم ديالو ويجيكم هكا مدقس. هنا الطريقه سهله اللي غنستعمل معكم. كناخذ الكويره كنشكلها على شكل مربع، كندهنها بشويه الزبده. بالنسبه للكميه ديال الزبده اللي استعملت في هاد الخبيزات كاملين استعملت 2 معالق صغار ديال الزبده، وكرشت شويه ديال الطحين ديال الفينو. هاد الطريقه البنات سهله وعمليه دغيا كتوجدي كميه كتيره، ما تحتاجيش تخليهم يرتاحوا مده اكتر. هنا كندهن بشويه الزبده، كرس شويه ديال الطحين ديال الفينو او دقيق الصلب، وكنطويهم على هذا الشكل على شكل مربع. كنستمر بنفس الطريقه حتى نكمل كاع الكميه اللي عندي ونرجع معكم. خليكم مع الصور.
بعد ما كنكمل كاع الكميه اللي عندي كندوز نشكلهم. هنا كنطلقهم غير شويه وكنجمعهم على هذا الشكل. كما قلت لكم المقله كتكون سخونه البنات، ضروري اي وحده شكلتوها بحال هكا كدوزوا مباشره طيبوها، ما تخليوش العجينه ترتاح اكثر. هنا الطريقه سهله وواضحه في الفيديو. كما كتشوفوا كنجمع عليها الجناب ديالها على هذا الشكل وكنعاود نجمعها. هنايا غندوزو نبداو نطيبوا فيهم مباشره. ولا كانت عندكم المقله كبيره كيف ما استعملت انا راه بسرعه كطيبوهم، ما تحتاجوش تبقاو وقت طويل. الا كانت عندكم مقله صغيره من احسن استعملوا جوج مقلات، لان فيهم الخميره ودابا الجو بدا كيسخن، ما نخليهمش يخمروا مده اكثر. بالنسبه ليا استعملت المقله الوجديه وعندي مقله كبيره حجم كبير، كتهز ليا هكا 4 الحبات كما غتلاحظوا معايا، 4 المسيمنات. هنا كنقرصهم مزيان ما نخليهمش غلاضين، وكنحاول نقرصهم هكا من الوسط، والجهه اللي كتكون مسدوده دائما تكون في المقله هي التحتانيه. كما كتشوفوا معايا البنات مسيمنات كيجيو مذهبين وغزالين، جربوهم. السر باش ينجح معكم الملوى البنات هو باللي كتضيفوه في المقلاة، تبقاو كل مره تقلبوه حتى كيتحمر وياخذ اللون اللي بغيتو. ما تخليوش حتى كيتحمر عاد كتقلبوه مباشره. باللي كتضيفوه في المقلاة يبان لكم بدا كيتشمع، كتستمروا هكا كتقلبوه كل مره كما كتلاحظوا معايا في الصوره حتى كيتحمر وكيجي هكا مورق. ما تخليوش حتى كيتحمر عاد تقلبوه على الجهه الثانيه تحمر، راه غيجيكم مسمن هكا مدقص وما كيجيش الورقه باينه. هنا غنستمر بنفس الطريقه حتى كنطيب كاع الكميه اللي عندي، وغتشوفوا معايا الشكل النهائي. بالنسبه للاخوات اللي باغيين يحتفظوا به في الثلاجه، من احسن ما تحمروهش اكثر من هكا، غير يبان لكم بدا يتحمر شويه وكتزولوه من المقله وتحتفظوا به في الثلاجه حتى كتبغيو توجدوا هكا في الطويبله وسخنوه. هنا بعد ما كنكمل كاع الكميه ضروري من هاد الطريقه البنات كتاخذوا المسمن وكتخبطوه مزيان باش يتحل هكا ويجي مورق اكثر. هنا نضيفهم في الطبسيل التقديم وغندوزو للكيك نوجدوها. كما كتشوفوا معايا مسيمنات اللي كيجيو شهوه منهم وغزالين، تجربوهم اكيد غينالوا الاعجاب ديالكم. ندوزو نزينوا الكيك بعد ما كنخرجها من الفران كنخليها حتى كتبرد. بالنسبه للكريمه تقدروا تستعملوا هكا الشوكولات ديال الدهن او دانيت شوكولا. بالنسبه للاخوات اللي ما بغاوش يستعملوا هاد الكريمه كتجي لذيذه بزاف، جربوها. هنا كناخذوا كاسرونه اللي كنضيف فيها ملعقه كبيره ديال النشا، كنضيف خنيشه ديال الكاكاو وزن 7 غرام، كنضيف عليها كاس ديال الحليب، وكنضيف ملعقه كبيره ديال السكر، وكنخلط مزيان الخليط. عاد كنضيفه فوق البوطه حتى كيعقد غير شويه، ما نخليوش يعقد بزاف. وكنضيف ليه قطع ديال الشوكولات كما غتلاحظوا معايا في الصوره. هنا بعد ما كنخرج الكيكه من الفران كنخليها حتى كتبرد. الكيكه ما تاخذش مده طويله في الفران، تقريبا ما بين 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه، وخرجوها كتجي على هذا الشكل. كيكه كتجي هشيشه البنات. السر باش تجيك الكيك هشيش جربوا الطريقه ديال السكر كلاصي او سكر سنيده، خذوه وطحنوه مزيان. هنا الكريمه باللي كتوجد كنضيف فيها قطع ديال الشوكولات، تقريبا واحد 6 القطعات ديال الشوكولات، وكنضيفها وهي سخونه فوق الكيك باش تزيد تشربها. بالنسبه للكيك ما نحتاجوش نثقبوها. وبالنسبه للاخوات اللي بغاوها تجي رطبه اكثر ممكن تسقيوها. صراحه جات بحال مسقيه، ما نحتاجوش نسقيوها نهائيا. والتزيين كيبقى على حساب الاختيار ديالكم. انا زينتها بشويه ديال الكاوكاو اللي كيكون مهرمش ومحمر، ومع شويه ديال الشوكولاط فيرميسيل اللي غنزين به. والتزيين دائما كيبقى اختياري. هنا نخليو الكيكه حتى كتبرد وقدموها بالصحه والراحه، كتجي كيكه لذيذه بزاف. وهنا ضروري ما نقطع معكم باش تشوفوا كي كتجي الطراوه ديالها. كيك هشيش بزاف، غنبقى غير نشكر لكم فيها لان كتستحق التجربه وكتستحق الدعم ديالكم ليا لهلا يخطيكم عليا حبابي. انا نقطع معكم كما كتشوفوا معايا كيك راه كيجي طالع، واخا فيه مقادير جد بساط راه كيجي طالع. هنا غتشوفوا معايا حتى الطراوه ديالها كما كتشوفوا معايا البنات كتجي كيك ليه هشيش. وهنايا غيسالي الفيديو، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم.